الحلقة الأخيرة كانت حلقة كوميدية، وكل الأدلة اللي شفناها طيلة التسع حلقات طلع حقها فرانك، والجماعة عن جد طلعوا متخيلين كل شي بعقلهم. وحتى الحبكة أصدقائي شفنا فيها مشاكل بالحلقة الأخيرة، وخاصة لما بينكمش زقزوق اللي هو بيتفق مع طالب لحتى يسرق منديل خليل، لأنه المحقق بيسأل زقزوق إنه أيمت آخر مرة شفت فيها طالب، بيقول له قبل بأسبوع أي يوم الثلاثاء. وهون المشكلة الأولى أصدقائي، وخاصة لما نحن بنشوف المحقق بيقول إنه الجريمة صار لها أسبوعين. طيب كيف الجريمة صار لها أسبوعين وهذا الزلمة بيقول إنه هو شاف طالب قبل بأسبوع يوم الثلاثاء؟ وبعدين شو مشان المشهد اللي بيقعد فيه طالب وبيحط كاميرا وبصير بيعمل هذا المونولوج السيء جدا، وبصير بيحكي وبشكل مرتب كل الحبكة اللي نحن شفناها على مدار التسع حلقات اللي قبلها؟ طالب بيطلع هيك بيقول أكيد أنتم شفتوا القداحة، وأكيد مسكتوا السكين، وأكيد جرجرتوا أقسم على السجن. والمحقق عم يعمل هيك حركات أكشن على أساس إنه هو عم يتأثر بعبقرية شخصية طالب، فكل شوي